هذا هو الحماق، هذا هو الجنون عباد الله. اش غنعلق، اش غنقول؟ البوليزاريو ضرباتنا في عز مناورات الاسد الافريقي، واش هادو عندهم شي عقل؟ الجيش الامريكي في المغرب وانت كتضرب في المغرب في عز محاولة واشنطن لحلحلة النزاع، وكاينين جهود دبلوماسية، ومن بعد القرار الاممي ها هم يخرقون وقف اطلاق النار اللي كاين من 91، ويثبتون للعالم بان داك الشيء تيقول المغرب صحيح. المغرب تيقول لكم انظروا مع من حشرنا الله في الجوار، راهم عصابه، راهم منظمه ارهابيه، وناضوهم اش غيديروا في ظل هذه الاوضاع وفي ظل الصراع، وبصواريخ ايرانيه الصنع مشاو تيضربوا السماره وما قتلوا حد، ما مشاو لا ضحايا لا حتى حاجه، ما صوروا والو، غير اكدوا الكلام ديال المغرب بان هاد الناس راه ما عندهم لا حق لا دلائل لا حجاج لا حتى حاجه. واقول للمغاربه اطمئنوا، إنها لرقصة الديك المذبوح، اطمئنوا، إنها لعشوائية واندفاعية وميكانيكية وتهور وانتحارية المهزوم. صافي، هاد الناس سلاو، هاد الناس شافوا بانه الحل الدبلوماسي غيوصلهم لانهم يحيدوا ديك القياطم، غيوصلهم لانهم صافي يرحلوا السلام عليكم، ما كتسالوا حتى حاجه. راه لي بروف والدلائل والحجج وتاريخيات الصحراء المغربيه لا تناقش، وشافوا بان كل شيء تيقول لهم بان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، ما بقى عندهم ما يقولوا. وهذا الفعل ينم على انه وسطهم كاينين انقسامات وتشققات وفقدوا العقول ديالهم. صافي بان لهم بانه الصحراء مشات، وتيحاولوا انهم يديروا مناورات مناوشات، تيحاولوا انهم يحيوا واحد الصراع، تيحاولوا، ولكنهم قسما بالله في ظل هذه الاوضاع الحاليه وفي ظل هذه الوقيته وفي ظل التكنولوجيا والرقمنه والاعلام يثبتون للعالم انهم فعلا ميليشيا مسلحه. وقولوا للمغاربه اطمئنوا، هذا الشيء راه كي والو. مقذوفاتهم الثلاث سقطت بمحيط السمراء، ما قتلت حد، ما كاين لا ضحايا لا خسائر بشريه زعما لا خسائر ماديه لا حتى حاجه، فقط هي بصمة وتأكيد على أن هاد الناس راهم منظمة إرهابية وأنهم ميليشيا، والحماق ديالهم استعملوا صواريخ ومقذوفات إيرانية في الهجوم. يعني انت في ظل هاد الأوضاع، في ظل هاد الشيء كامل، كتزيد كتزبلها، والصراع ديال أمريكا مع إيران تستعمل مقذوفات إيرانية. هادي راه ما يديرها شي واحد حماق، عرفتي، واحد ما عنده عقل، ما عنده حتى حاجة، ما تيفكرش كاع. ولكن هذا الشيء يؤكد انه شي واحد تيقول لهم يا ودي الحل الدبلوماسي، يا ودي نحاولوا، يا ودي نحاولوا نضغطوا، يا ودي جهود، يا ودي راه كاينه الحرب، يا ودي راه النفط غلا، نحاولوا نشريو شي حلفاء بالنفط الجزائري، نديروا هكا وهكا ونضغطوا من هنا من هنا. ولكن شافوا بان داكشي لهم ما واكلش كاع، وشافوا بانه القنصليات والسفارات غاداو تيتحلوا في الاقاليم ديالنا الجنوبيه، وبان داكشي ديالهم ما واكلش. فوقع الانشقاق والصدع الكبير، شي بغى يهجم، شي بغى الحل الدبلوماسي، شي عيا تيقول ودي راه ما عندنا لا حق لا بطل، وراه المملكه المغربيه الشريفه ما غنصوروا منها حتى حاجه، ايوا يلاه ونلتحقوا للاقاليم الجنوبيه ونكونوا حتى حنا مواطنين مغاربه ونسويو الوضعيه ديالنا. وشي تيقول لهم بديك العنطريه وبديك لا خصنا نهزموا صافي. وإذا به يأتي 4 أشخاص بعربتهم ويقذفون، وجاء الرد من القوات المسلحة الملكية وتم تدمير تلك العربات، وانت ما صورتي حتى حاجة، والمغرب في موقف دفاع، يعني حتى تهجمتي عاد جا دمر لك دوك العربات ديالك والسلام عليكم، وأثبتت للعالم بأنك ديك مذبوح.
يعني المغاربه نطمئنوا وما يخلعكم هذا الشيء وما يتكبرش كاع يقول الناس بانه ضربونا وهكذا. كي والو هذه الضربه قسما بالله الى اكبر ربح للمغرب، لأنه إثبات وبصمة ودليل حقيقي وموثق على أن الناس راهم عصابة، راهم إرهابيين، راهم ميليشيا. لو أنه لك حق وتؤمن بالحق وعندك لي بروب ديالك، راه كاينة وساطة، راه كاين المفاوضات، راه كاين نقاش، راه كاينة طاولة حوار دبلوماسية، وراه كاين نقاش، وراه كاينة جهود، وراه واشنطن نزلات بالثقل ديالها باش تحل وانت كتمشي كتضرب. إذا ليس بينكم عاقل، إذا الأدلة ديالكم لي بروف ديالكم الحجج ديالك ضعيفة جدا. إذا أنتم خلصتم لأنه صافي حنا ما غنصوروا حتى حاجة إيوا نضربوا. وهكذا يفعل الديك المذبوح حين يذبح. والسلام عليكم.